طبعا لابد هذا باش نشروا الموضوع ديال دور المجتمع. لا شيء اليوم يمنع كل مواطن أن يبدع باللغة العربية حيثما كان موقعه، لا في التعليم ولا في الإدارة ولا في أي شيء، لأن دستوريا وقانونيا هذا حقه الأصلي والطبيعي. مثلا اليوم لا أحد ولا شيء يمنع الأساتذة مثلا في الجامعات أنهم يبادروا إلى التدريس باللغة العربية، لأن لا الدستور ولا القانون ديال الجامعات لا يفرض عليهم التدريس بلغة أجنبية. ولكن هذه هي القصة دائما ديال من يعلق الجرس، من يبدأ الأول، من يباشر، لكن يطلب مجهود وتضحية. ولكن اللي كيبداوا هذيك البدايات دائما في التاريخ يكون لهم دور كبير في تحريك الراكدين من المياه والراكدين من الأعراف والتقاليد ومن الأوهام المكبلة. أنا كنتصور اليوم أنه المناخ الشعبي ديالنا والمجتمعي، الدستور وكل المعطيات تجعل المسؤولية كذلك على الدولة، نعم، وعلى المؤسسات ديالها، الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى، وكذلك على المجتمع أن يبادر إلى الإبداع في خدمة اللغة العربية. وهذا التكامل بين الدور المجتمعي والشعبي العام والمجتمع المدني والدولة كمؤسسات هو الكفيل بإعطاء انطلاقة جديدة للتمكين اللغة العربية في إطار يعني الاحتفاء بها والاحترام ديالها كمكون من مكونات السيادة